كرة تعود من جديد. شهريار الآن يلعب كرة خطيرة. جول جول سامان قدوس. إذا يفتتح التسجيل الآن في هذه اللحظات. هدف أول الآن يأتي لمصلحة فريق كلباء عن طريق سامان قدوس. إذا هو من يفتتح التسجيل، رابع أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين. إذا كلباء الآن يتقدم بأول الأهداف في هذه المباراة. شوف هنا الكرة، هنا العرضية، هنا التفاهم، هنا لياندرو لعب كرة ما فيها شيء في اللقطة الماضية من خلال ما نشاهده، وهذه كرة وعلى طول يضعها يعني في المرمى ليتقدم الآن كلباء بهدف مقابل لا شيء. كما ذكرت من خلال مواجهات الفريقين السبع الماضية تفوق للبطايح على كلباء ب3 انتصارات مقابل انتصار وحيد لمصلحة كلباء و3 تعادلات جمعتهم. وكرة ملعوبة خطيرة. الفارو دي اوليفيرا، الله! هدف التعادل الآن يأتي عن طريق اوليفيرا. الفارو دي اوليفيرا إذا يسجل هدف التعادل الآن للبطايح. شوف الدوران واللم بشكل حلو. رابع أهداف الآن في دوري أدنوك للمحترفين. يعدل النتيجة. لاحظ الكرة الماضية، لاحظ الكرة الماضية، لاحظ وهنا التمريرة وبعد ذلك العرضية. حلو الدوران والتسديد المفاجئ تماما، ربما يتحملها أيضا قليلا حارس المرمى، إلا أن يحسب لألفارو دورانه وتسديده في المرمى. شوف هذه الكرة، شوف لف بشكل ممتاز وبعد ذلك يضعها. نعم خطأ لحارس المرمى ما في شك في ذلك، هي سهلة بالنسبة له، ولكن يحسب لهذا اللاعب أيضا أن عدل النتيجة الآن. فريق كلباء جيرمانو يلعب كرة الآن لسامان ولا زالت المحاولة. الهدف الثاني الآن، هدف ثاني يأتي لكلباء في هذه اللحظات عن طريق يبدو نفس اللاعب سامان قدوس. إذا يضيف الهدف الخامس في دوري أدنوك للمحترفين ويضيف الهدف الثاني أيضا لكلباء الآن في هذه اللحظات. هذا مشجع قديم محب أيضا لفريق كلباء، دائما ما يتواجد معه في كل الأندية. شايف هنا الخطأ الكبير وهذه اللعبة الماضية، وهنا التمريرة لسامان وبعد ذلك يكملها في المرمى يسجل الهدف الثاني. كايو جيرمانو يلعبها لسامان، سامان سدد واصطدت وبعد ذلك تابعها أيضا في المرمى. شوف هذه الكرة اللي اصطدت ثم بعد ذلك المتابعة ويسجل الهدف الثاني له لمصلحة فريق كلباء في وسط فرحة لهذا المدرب أيضا غازي الشمري، أيضا مدرب فريق كلباء. الفارو خطيرة يلعبها جول. الله! هو مصدر الأمان لفريق البطايح الآن اللي يعدل النتيجة. يكافئ هذا اللاعب بأدائه المميز بالفعل بتسجيل الآن هدف التعادل. مروان فهد 2-2 وما كملت كلامي. 2-2 وما كملت كلامي. مروان فهد يقول لي نعم معك حق، مباراة فيها أهداف. شايف الفارو مر. شو هناك المتابعة. يا عيني لعيب الولد يا جماعة، لعيب الولد، لعيب مروان فهد ما شاء الله يسجل الآن هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2. عاد البطايح بقوة. هذا مروان يستحق.